السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. زلزال سياسي حقيقي، زلزال سياسي لم يسبق له نظير في المشهد السياسي المغربي. الأحزاب السياسية أغلبها خاصة المعروفة تهاجم فوزي القجع. فوزي القجع ظهر البارح داخل المجلس الوطني ديال البام وانطلاق أشغال المجلس الوطني، لكن الحقيقة أولى أن تتبع. شنو هي الحقيقة مشاهدينا الكرام؟ هي كثير من الناس ما بقاوش كيثيقوا في الاحزاب السياسيه. البارح شفنا مشهد بزاف ديال الناس فرحوا ليه، اللي كيبين بان راه كاين شي حوايج وبلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالها هي اللي غادا تكون، اللي هي فوزي القجع رئيسا للحكومه المقبله، حكومه المونديال. ولكن فوزي القجع البارح مع البام واش استقبلوه الاستقبال الذي يليق به؟ الجواب لا. لا في الدخله ديالو وما كانش، يعني لا فاتحه ديال يعني كما كيبداو المجلس الوطني وكذا، اما النشيد الوطني وكيديروا شويه ديال القران، ايات بينات من الذكر الحكيم، هادشي كله ما كانش. مساله اخرى حتى هي لفتت الانتباه ديال الكثير من الناس، فاطمه الزهراء المنصوري. فاطمه الزهراء المنصوري واللي معاها، يعني اللي نقدروا نقولوا القاده ديال الحزب، ما كانوش كيبانوا فرحانين، ما نقولش طال عليهم الدم من ابعد الحدود، مقلقين كأن شيء فرض عليهم. واش معقول فاطمه الزهراء المنصوري تقول الاخ فوزي فوزي لا السيد فوزي القجع، ولكن ما قدروش يقولوها. والجلسه اللي كان جالس ماشي هي الجلسه اللي خصو يكون جالس واحد اللي عنده شعبيه في الاوساط ديال الشعب المغربي، واحد اللي هو على حسب ما اعتقد وربما تعتقدون كذلك كيبان فيه الضوء في البلاصه اللي شفنا. الاغلبيه ديال الامناء العامون ديال الاحزاب السياسيه ما كايناش على من تسلم وما كايناش في من تثيق، ابتداء من اخنوش وزيد هادو القاده ديال هذا الحزب هذا اللي هو حزب التراكتور. واش فوزي القجع يشرفه ان يكون امينا عاما وبعد ذلك رئيسا للحكومه، ام لا يشرفه الدخول في حزب اللي هناك شبهات؟ هناك شبهات على بعض الشخصيات، هذه حقيقة أليس كذلك؟ إذا واش خاص ضروري التنقية والتصفية والمحاسبة لبعض الشخصيات أو القيادات ديال الحزب؟ واش ولا داك الشيء يبقى هكاك وهو يعني في وسط منهم؟ فهمتوني اش باغي نقول؟ فوزي القجع باش الذي يشرفه هو التنقية، بعد يتحيدوا بعض الأشخاص، والمحاسبة. المحاسبه هذه يديروا تحت منها 70 سطر احمر. كنظن غادي يدير او يعني هناك غلط بالنسبه لفوزي القجع، خاصه مشاهدينا الكرام. صراحه هذا الشيء هذا مؤلم، بزاف ديال الحويجات خصهم يتقالوا، وانا ما باغيش نقول كل شيء لان كاين شبهات جنائيه، كاين شبهات اللي هي اخلاقيه بخصوص بعض الناس، وحنا بغينا فوزي القجع يبقى نقي. ولكن واش كيعني ما يدخلش في الحزب السياسي وما يوليش رئيس الحكومه؟ لا، خصو ضروري يدخل لشي حزب. الا دخل مثلا حزب اخر، نقولوا الاحرار مثلا، ولا الحزب اللي كيترأسوا هذا بركه، راه نفس الشيء. ضروري باش يكون مغرب مزدهر، مغرب جميل جدا، يجب محاسبة الكثيرين وبلا ما نغطيو الشمس بالغربال. ولكن فوزي القجع ربما الدخول ديالو دابا غادي يمهد الطريق للتصفية كيف ما قلت، والتربية والتنقية والمحاسبة، ثم يكون رئيسا للحكومة. لأن إلا جيتي تفكر دابا، عطيوني شي شخصية أخرى من غير فوزي القجع يكون رئيس للحكومة، واش تقدروا تخيلوا أو تفترضوا أو تفكروا بلا راه شي واحد يستحق يكون رئيسا للحكومة؟ شفنا البارح رفض فاطمه الزهراء المنصوري اخذ صوره مع عبد اللطيف وهبي. واش كاين شي مشاكل بيناتهم؟ حتى شفنا وهبي جرها من الكتب ديالها، وفوزي القجع واقف غير كيشوف هكاك، يعني يعني مستغرب ومتعجب من المشهد اللي كيشوف قدامه. وتختم بتعليق اخذنا صوره جماعيه لتعرفوا من تحمل المسؤوليه امامكم ومن سيحاسب غدا امامكم. نسمعوا المقطع نحطكم في الصوره مشاهدينا الكرام.
طلبت هذه الصورة الجماعية باش تعرفوا من تحمل المسؤولية أمامكم ومن سيحاسب غدا أمامكم. مشهد صراحة لا يرضي لا القريب ولا البعيد. فوزي القجع من طبيعة الحال أنا متأكد أنه المغاربة يتمنوا لو كان رئيس الحكومة كيف ما قلت قبل قليل، ولكن بعض الوجوه ما كنقولش أنها خصها تحيد، بل خص المحاسبة طبقا للقانون، ربط مسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور المغربي. السيد فوزي القجع اللي كتقول ليه فاطمة الزهراء المنصوري الأخ فوزي، حتى ما تعرفش شكون هو فوزي، الله أعلم، كاين فوزي الشعبي، كاين فوزي الآخر، كاين فوزي الآخر، الأخ فوزي واش كيبانوا في وجوههم فرحانين؟ لا أكيد، أنا شفت فيديوهات ديال البارح ما كيبانوش فرحانين. فوزي القجع جالس هكا كأنه يقول بلسان حاله ما كاين ما يتقال على هذا المشهد وعلى هذا، كاين تما شد ليا نقطع عليك. غادي نشوفوا شكون اللي تحمل المسؤوليه وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يتحاسب امامكم. اذا ضروري مادام ذكرت المحاسبه يا ريت لو كانت على ارض الواقع ان شاء الله عاجلا غير اجل. المنصوري قالت ذاك النهار الا تعقلوا كاملين تصريح غير هو يكفي انها يعني خصها على الاقل تعتزل او تعزل. اغلب الشباب اقل من 30 سنه يملكون اليوم دار بفضل دعم الحكومه. بالله عليكم، يعني الانسان هكا كيكذب عليك عيني بعينك. اغلب الشباب والناس اللي عندهم 40 50 60 سنه شحال ديال الناس ما داركينش دار. فين هما اغلب الشباب؟ اغلب الشباب اقل من 30 سنه الله يدير لهم اللي فيها الخير. فين هما كيملكوا دار؟ منين وكيفاش ويمتى؟ شي حوايج اللي والله العظيم ما تعرف منين كيجيبوا هاد الاخبار هذه. واش كاين رعب من فوزي القجع؟ من بعد ما ظهر البارح شفنا بعض الامناء العامون ديال بعض الاحزاب السياسيه بحال حزب المصباح الذي انطفأ مصباحه. شفنا ولد مفتاحه او عبد الاله بن ايران ويفتخر خرج عن طوعه بشي تصريحات كيف ما غنشوفوا اخ النوش بعد قليل. نبداو بن كيران. كيجيب لا جينيتيك ما عندنا ما نديرو فيه، قدر الله الملكيه هذيك، قدر الله كيجيب لا جينيتيك ما عندنا ما نديرو فيه، وبالقرار ديال جلاله الملك. ولكن الباقي ديال الشعب، ولا كان ديال الشعب خصو يبقى ديال الشعب. شنو هذه الانتخابات هذه اللي حنا غاديين ليها، التي يقال انه قد حضر لرئيس حكومه جديد؟ مهما كان هذا رئيس الحكومه شكون ما بغى يكون، راه المشكله هي الاصاله والمعاصره. الاصاله والمعاصره حزب فاسد. بلا ما نتكلموا شوفوا غير شكون اللي في الحبس وشكون اللي متهم بالمخدرات وشكون اللي، وشوفوا غير شحال من هاد الاصاله والمعاصره، شحال من امين عام ديال هذا. انا ما كنتش عاقل عليهم كاملين. معناه انها الي انجيغابل، الي نون جيغابل. الاصاله والمعاصره حزب فاسد، والعداله والتنميه ماشي حزب فاسد. شنو سمعتوا شنو قال هنا؟ قال لك الملكيه مالها؟ قال لك قدرها الله، بحال زعما شي قدر، شي حاجه زعما خايبه، وزعما غير بحال الا غير يعني سمعوا مزيان وحاولوا تشوفوا الله يخليكم وقراو ما بين السطور. كيفاش الملكيه قدرها الله؟ ملي كنقولوا واش الشتاء قدرها الله، الحراره قدرها الله، ايوا راه سقط قدرها الله، يعني القضاء والقدر، يعني شي حاجه اللي هي ماشي حنا اللي اختاريناها. وهذا هو المنهج ديال الاخوانج المفلسين، وراه قالوها بعض القيادات ديال العدل والاحسان واللي هما مقربين جدا للعداله والتنميه. نعاودوا نسمعوها مره اخرى. الملكيه هذيك قدر الله كيجيب لا جينيتيك ما عندنا ما نديرو فيه. الملكيه هذيك قدر الله كيجيب لا جينيتيك ما عندنا ما نديرو فيه، وبالقرار ديال جلاله الملك. ولكن الباقي ديال الشعب، ولا كان ديال الشعب خصو يبقى ديال الشعب. شنو هذه الانتخابات هذه اللي حنا غاديين ليها، التي يقال انه قد حضر لرئيس حكومه جديد؟ وإلا حضر لرئيس حكومه جديد، شنو فين كاين المشكل؟ مادام يعني كنشوفوا هذه الصوره الباهته في المشهد السياسي، كنشوفوا امناء عامون بحالك السي بن كيران اللي هما اقرب الى الحمق والخبل من العقل والحكمه، وحدين موالين اعداء المغرب.
زيد شنو قال لك الملكيه قدر الله تجيب لا جينيتيك يعني بالوراثه، وانت مالك؟ وانت تدخل حمارك الاسبوع الفرس. يحضر ولا يحضر فوزي القجع على الاقل شي واحد اللي هو المغاربه بغاو فيه بزاف ديال الحوايج، الكمال لله، ولكن ملي تلقى واحد اغلبيه فيه فاسد يعني عقديا، فاسد على جميع المستويات، فاسد في التربيه ديالو في الاخلاق ديالو ومدور به، شي وحدين اللي هما يصفقون يطبلون يزمرون، صفر على الشمال، صفر على الشمال، خاصة أنه تأكد لنا جميعا أنكم توالون أعداء الأمة المغربية، أعداء الوحدة الترابية، أعداء الملكية. الفيزازي دار واحد التدوينة ردا على بن كيران وقال البام حزب فاسد، واخا حنا ما كنقولوش العكس، البام ولا الاحرار، فاذا كاين شي فساد راه المغاربه كيعرفوا، اذا كاين شي قهر اللي شافوا من هذه الاحزاب وراهم كيعرفوا المغاربه راه ماشي اغبياء. قال الشيخ الفيزازي بن كيران يصف حزب البام بالفاسد، وانا اقول قد يكون البام فاسدا سياسيا، لكن ليس عنده بن كيران ولا عزيز هناوي واضرابهما، وهذه نقطه والله من الاهميه بمكان. يكفي ان بن كيران يمشي لمزبله التاريخ، يكفي انه اعطى التزكيه المدعو عزيز هناوي المتأيرن الموالي للمجوس، وهناك اخرين وموالون لاعداء الامه المغربيه، وانا متاكد كل حرف كنقولوا الا وهو حقيقي واقعي صادق. شنو قال لك؟ جابوا ذاك النهار في ذاك المؤتمر الوطني اللي كانوا داروا، تعقلوا كاملين ولا ما تعقلوش؟ جايبين ولد الدادو اللي هو كيمثل المغرب باسرائيل وكيمثل الصحراء المغربيه كيمثلها بفلسطين، وجايبين لنا قال لك ضيف شرف. تخيلوا معايا نكملوا اش قال الشيخ الفيزازي. عزيز هناوي نعم. عضو في العداله والتنميه. نسمعوا هذا عزيز هناوي اللي كيضرب في العرض ديال المغربيات هكاك. ويصهيونون دائما وابدا ويكفرون مجرم الكتروني عطيناه تزكيه. قال لك اشنو هو هذا الهبل؟ اشنو هو هذا الوسخ؟ اسمع بنسائكم، مغتصب نسائكم، وهذا الزنقات المطبعين دابا اللي كيشوهوا كيشيطنوا في حماس بزاف عليكم. ولعلمكم الصحراء مقطعه، صحراؤكم يا سدنة التطبيع يا العملاء، مغتصب نسائكم. هذا الكلام اللي كيقول ليس عليه دليل على ارض الواقع البتة. كان كيهضر على هذاك اللي كان يعني في المكتب هذا ديال الاتصال ديال اسرائيل، وخرج وكيقول كيهضر مع المغاربه والمطبعين. وملي كيقول المطبعين لمن كيقصد؟ الناس كاع اللي موافقين على التطبيع تبعا لجلاله الملك، كيقصدنا جميعا. التطبيع سموه او استئناف العلاقات او التحالف الثلاثي، سموه ما شئتم، لكن هذا المجرم الالكتروني يسبنا ويسب اعراضنا. نساؤكم، وانا راه جاوبت واحد الخطره وكنت قلت نساؤكم بناتكم، واش مرتك داخله فيهم؟ واش بنتك داخله فيهم؟ ولا قول لنا شكون هما هاد البنات وشكون هما هاد العيالات، وعيالات من وبنات من؟ كيقول الفيزازي نكملوا التدوين الله يخليكم، وانا اقول قد يكون البام فاسدا سياسيا، لكن ليس عنده بن كيران ولا عزيز هناوي واضرابهما، زعما اللي بحالهم. حزب فيه هناوي ويترأسه بن كيران فاسد بلا عد ولا حد. صدقت يا شيخ. يكفي اعتزازهم بالروافض، الشيعة الإمامية الاثنا عشرية المجوس، أعداء الإسلام والمسلمين اللي كيطعنوا في العرض ديال النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي الاعتزاز ديالهم والافتخار ديالهم بالروافض وموالاتهم لهم، وهذا هو الفساد عينه. فساد الدين والعقيدة أخطر بأضعاف مضاعفة من فساد سياسي أو مالي أو خلقي، لأن فساد العقيدة يقدر يبيعك مع الدورة، التحرير فرصة أو يتقوى، ومع الموالاة لأعداء الأمة المغربية يقدر بالزربة خنجر في ظهورنا. الاعتزاز بمن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاة قتلة الملايين من أهل السنة. ووصف رؤوس المجوس بالشهداء، هذا هناوي، وكذلك ولد مفتاحة. تخيلوا معايا، ووصف رؤوس المجوس بالشهداء، صحيح، أو ووصف رؤوس المجوس بالشهداء لا يوازيه فساد سياسي في كل الأحزاب مجتمعة. ويمكن لبن كيران أن يتغنى على نغمات أم كلثوم: لو كل فساد في حزب تجمعوا أنا فسادي أكبر. نعم، فسادكم أكبر يا معشر
يعني اتباع الحزب الذي انطفأ مصباحه وذهب الى مزبله التاريخ. اما بالنسبه لعزيز اخنوش فطبعا هو كيشوف راسو انه صافي هزو الماء وكفى، لان المغاربه واش كتظنوا ان الناس كيبغيو عزيز اخنوش او الحزب ديال عزيز اخنوش؟ بالله عليكم هذا السؤال تردوا عليه، لان اخنوش ردا على التحاق القجع بالبام خرج حتى هو البارح وكيتكلم بلسان عجيب وغريب تحت شعار صدق او لا تصدق. قال لك نحن لسنا هنا في ميركاتو، الميركاتو هو التبادل والاستعاره ديال اللاعبين وداك الشيء، يعني كيقصد على القجع، زعما حنا ماشي زعما واحد اللي هو زاد يعني تشهر في الكره او كرئيس الجامعه الملكيه لكره القدم زعما غادي يولي رئيس الحكومه. نحن لسنا في ميركاتو، ومن يملك الكفاءات لا يبحث عنها في اخر لحظه. بحال الا زعما عزيز اخنوش هذوك اللي دايرين به الكفاءات، ها جايبين لي فاطمه احرار ولا شي وجويعه مهبولانا هذاك مهبولانا هذاك بحال الا اليد اليمنى ديالو والله مهزله كتبها التاريخ وغادا تبقى مدونه غادا تبقى. تخيلوا معايا البارح خرج اخنوش كيطمئن الاحرار كيقول لهم المغاربه بغاوكم وبغاو المعقول ديالكم بعيدا عن الصراخ، فلا حاجه للتوتر المرجو الهدوء لاننا سنفوز في الانتخابات. والله الا قالها شوفوا المقطع هكا صوت وصوره. ولكن ركزوا لي على ذيك المغاربه بغاوكم، هي اللي بغيت انا تجاوبوني. انا نقدر نكون يعني كاين الناس اللي يقدروا، انا بانوا لي في التعاليق كاملين والله العظيم وردوا عليه. واش فعلا المغاربه بغاوكم؟ واش بغيتوا الاحرار من النهار اللي بداو؟ واش بغيتوهم؟ ما يدوخكمش اي حاجه كيلصقوا بحال كيدير بن كيران كيدسقوا فيها جلاله الملك او يدخلوا فيها جلاله الملك كذبا وزورا وبهتانا، لان مشاريع ملكيه كيف سبق وقلت مرارا وتكرارا لو تنفذت كما ينبغي ولو تنفذت كلها قسما بالله وراه غتشوف المغرب يعني احسن وافضل ومزدهر اكثر من اللي حنا دابا. يلا نشوفوا المقطع ولكم التعليق. كنشوف الناس، سمحوا لي، الناس بغاوكم ونقولها لكم. الاغلبيه ديالهم اللي كيوقفوني يتكلموا معايا كيقولوا لي حنا ما بغيناش الناس ديال الهضره، حنا بغينا الناس ديال العمل، بغينا الناس ديال المعقول. وكنعرفوك السي عزيز وكنعرفوكم الحزب ديال الاحرار بانكم ناس ديال المعقول وديال العمل. داكشي اللي كتقولوا غادي نديروه كتوقفوا عليه وكتزيدوا به لقدام. اذا الاخوان يعني المواطنين راه ما بغاوش اللي يجيو يعلي الصوت ديالو ويغوات باش ياخذ المكانه. الناس بغاو يفرزوا بين اللي مزيان واللي ما مزيانش، شنو هو البرنامج اللي مزيان واللي ما مزيانش. لا داعيه لرفع الاصوات واللغوات والجوقه وداكشي كله ما خدامش الانتخابات. بغاو تبدلوا، بغاو المعقول، بغاو يتصنتوا، بغاو تعطيه الوقت الفرصه باش تصوتوا. فلهذا نطلب من جميع المناضلين والمناضلات ديال الحزب ديالنا في جميع انحاء المملكه الهدوء، الرزانه، الثباته. شوف با ستريس لانكم ستفوزوا بالانتخابات. شكرا. اسمحوا لي بعدا انا قلت لطيفه احرار فكروني بذاك الممثله اللي جابوا هذو الاحرار ذاك الخضره اللي كانت كضرب ليه البندير بلا حشمه بلا حياه رداته كانه ملك من الملائكه. فكروني بذاك الممثله راه معروفه، الفيلم كانت دارت مع فركوس وداك الشيء. اذا يتجامعوا هذو الاحرار والعداله والتنميه وهو يجيب ذاك الممثله ويجيب ذاك الممثل ومع مهبولانا ويجيبوا فاطمه والشاي ديال اللي جابوا العداله والتنميه ومعاه الناوي ويجي هو يحمان والحقداوي. والله الا زيانت الامور. زيد هذا اخنوش شوف احنا الناس اللي كيتصنتوا امتى كتصنتوا الناس السي عزيز؟ والسؤال الاخطر هو امتى الناس بغاوك عزيز وبغاو قادر نقولوا قدر الله ولا قدر انك يعني انا شخصيا والله ما عمري تلاقيت مع شي واحد في الزنقه قال لي انا كنبغي عزيز اخنوش، اقسم برب العزه والجلال، ولا قال لي انا كنبغي الاحرار او لا الاحرار هو احسن حزب في المغرب. ما عمري ولا واحد. يلا تكلموا، يلا تكلموا انتم الاخوه المناضلين والمناضلات، قال لهم تكلموا ولا ما نعرفوا با ستريس. انتم با ستريس وقولوا لي الله يخليكم اش بان لكم. انا مستريسي، انا كيبان لكم مستريسي لان انا هادشي ما كنحمل كاع نهضر فيه. مضطر اخوكم لا بطل بسبب السيفوزي القجع وهاد الدخله هذه والقراءات اللي باينه واللي كنشوف واخا هما كيضربوا في السي فؤاد علي الهمه كونه مستشارا للملك وهو مؤسس الحزب ديال البام.
فانا كنشوف افضل سيناريو اللي غادي ينفع المغرب والمغاربه هو هذا الحزب هذا. من بعد ما تاسس دخلوا فيه عده عناصر والمشاكل، وكما قال بن كيران وكما قالوا يعني فعلا كاين الفساد. خصو الغربله والتصفيه وفوزي القجع يقود الحزب ويكون رئيس حكومه، ونطلبوا الله تعالى يكون الخير لبلادنا وللشعب المغربي. دابا مشاهدينا الكرام اجيو معايا نخرجوا من هذا الموضوع ونمشيو نشوفوا المرصد الجزائري، وتحت عنوان شاهد سقوط وتحطم طائرة الكنادير في تالودانت بالمغرب الأقصى. سقطة إعلامية جديدة من طرف ولاد الكبرانات حقدا وحسدا. علاش؟ لأن عندنا 8 ديال لي كنادير ما عندهم حتى شي وحدة. هادشي هذا هضرنا فيه. إذا راه نبقاو نطلقوا في الإشاعات، داكشي اللي كيتمناو. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. شوف معايا سقطة جديدة الإعلام ديال الكبرانات. طائرة قال لك طاحت جهة تالودانت، كيفاش ويمتى والله أعلم. الله يجعلها تطيح عليكم إن شاء الله في الركابي. صفحة جزائرية كذلك تروج الفيديو ديال سقوط هذه الطائرة، وهذه طائرة إطفاء كانت طاحت في اليونان. هما كيروجوا ليه على أنه في المغرب، يعني هذه الحادثة وقعت في المغرب، وهذه عاود سقطة متعمدة جديدة كما العادة تجسد الحجم ديال الكذب والبهتان ديال ولاد تبون الرجيم حفيد مسيلمة الكذاب. المرصد الجزائري الأكثر مصداقية، الأوسع انتشارا. المرصد الجزائري الأكثر مصداقية، الأوسع. صوت الفيديو المرصد الجزائري. ايه دابا هادو بصحاب الفيديو من المرصد الجزائري ويسمعوا المرصد الجزائري الأكثر مصداقية، الأوسع انتشارا. اكثر مصداقيه كاع، اكثر من فاطمه الزهراء المنصوري واكثر من عزيز اخنوش. هاد الاكثر مصداقيه هما صفحات وحسابات جزائريه بلا عدد، كيف ما قلنا يزعمون كذبا وزورا، صفحات بالعشرات، قنوات بالعشرات، على ان هذا المقطع ديال الفيديو كيوثق الحادث ديال سقوط طائره اطفاء مغربيه من طراز الكنادير اثناء العمليه ديال اخماد الحريق في اقليم تالودانت. لكن هذا الفيديو هذا الحقيقه ديالو موثقه بالدليل وبالتاريخ والجغرافيا. هذا المقطع هذا يعود التاريخ ديالو نهار 25 شهر 7 2023، كيوثق اللحظه ديال ارتطام جناح طائره اطفاء يونانيه بغصن شجره وسقوطها المأساوي اثناء مكافحه حرائق الغابات بجزيره ايفيا اليونانيه. وفي المقابل نفذت طائرات الكنادير التابعه للقوات الملكيه الجويه المغربيه المهام ديالها الميدانيه بكل كفاءه واحترافيه بجماعه اونين بتالودانت، حيث تمت السيطره على النيران بنجاح تام ودون تسجيل اي حادث ولله الحمد، ولا اي خسائر في الاسطول الجوي المغربي المشهود له بالجاهزيه العاليه. والصوره امامكم، وقولوا تبارك الرحمن، كل شيء كتب لي تبارك الرحمن ولا عزاء للحاقدين. شوفوا الحقد والغل في الموصل ما يسمى بالجزائريين. فشعارنا دائما وابدا الا وهو ماذا؟ كل الشوك يا المهلوك، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم جيران السوء. نشوفوا هذا المقطع هذا بخصوص الموضوع، هو مقطع عجيب وغريب، يعني صراحة يدعو للضحك. نشوفوا المقطع ديال هذاك اللي قال لك 8 ديال الكنادير. نشوفوا المقطع، يلا نشوفوا الدويلة الكرتونية والجيش ديال السطولة. علاش اللي نبداو به عاد نمشيو للاخر. بالله العلي العظيم يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة، عندنا ما نديرو. كما كتلاحظوا يعني هاد القوة العظمى يعني بتخرج العينين وبالنيف شواكر افريقيا. والجيش انتم كتشوفوه يعني السطولة بحال غاديين سبيلة او السقاية
يجري عليا نجري عليك. حنا كنقولوا اللهم لا شماتة من ناحيه الحريق، ولكن هاد المهزله ديال هادو ولاد السوق هادو، علاش شنو اللي خلاني نقول هاد الهضره؟ تبون والامثال ديالو اللي كان لك حنا الجيش ديالنا جاهز باش يمشي يحرر فلسطين، يحلوا لنا الحدود. حتى غيحلوا لك الحدود؟ ما قدرتي تطفي حتى العافيه اللي شعلتوها بيديكم وكتحرقوا في ولاد بلادكم. قبح الله سعيكم. هذا هو الجيش اللي غادي يحتل دابا المغرب في 12 ساعه. عقلتوا ولا ما عقلتوش؟ بن قرينه وغيره من السياسيين كيقول لك غادي يحتل الجيش ديالنا، بغينا نحتلوا المغرب في 12 ساعه، في نهار، في نص نهار. بالله عليكم ها انتم، هذا فيديوهات ديال الحريق ديال هاد اليومين ومازال العوافي تقدي في كل مكان. نطلبوا الله تعالى يرحم الناس اللي هما أبرياء والبهائم، أما البهائم البشرية أمثال هؤلاء فولا كرامة. إذا جميع وسائل الإعلام الكرغورية تهاجم المغرب في الأخبار الرئيسية. أخبار المغرب هي الأولى عندهم من بعد ما يعني عاد كيجيبوا الأخبار على الحرائق اللي مشتعلة فيما يسمى بالجزائر، لكن الأخبار بخصوص المغرب هما يعني ما خصهمش يتخطاو عليه، ما خصهمش يتخلاو عليه عفوا. وليد المكلخ اللي اصبح مشهورا يعني بكذبه وبتنويم الضحايا من الحمره والبعره بهيمه العسكر، حتى هو دخل معاهم في هذا التضليل ديال الشعب الجزائري اللي منهم من هو مغلوب على امره ومنهم من يستحق، لانه كما تكونوا يولوا عليكم. كل واحد اللي هو راضي بهذه المهزله وبهذا النظام ديال الكبرانات المقيت فيستحق، كيفما تكونوا يولى عليكم. اذا نسمعوا هذا المقطع بعجاله. هم يبعثوا لي مواطنين، هم يتواصلوا معايا الناس ويبعثوا لي، هم يبعثوا لي مواطنين مغربيين احرار، هم يبعثوا لي اليوميات تاعهم. لا طرقات، لا كهرباء، لا ماء، لا غاز، ولا غير خبز ما عندهمش. خطأ، عرفتي؟ نعاودوا نسمعوا مقطع آخر ديال وليد المكلخ. قرية اسمها ايتيحية في منطقة الرشيدية، وين تجمهروا حوالي 4000 ولا أكثر مغربي في مسيرة كبيرة، وهددوا باش بهجرة جماعية نحو الحدود مع الجزائر. وهذا الشيء اللي خلى النظام تاع المخزن يتعامل معهم بعنف وحملة تاع اعتقالات اذا بحال هادو، انا كنقول بحال هادو، واش تقدر زعما تاسف ليهم؟ ولا حتى المساعده اللي رفضوها ديال المغرب واش يستحقوها؟ هذا سؤال جوهري. نشوفوا مقطع ديال بونيف اش كيقول للمغاربه. يلا احترقوا، تفضلوا احترقوا، يلا. هذه زعما راه بدات الحراره عندنا، وحنا عندنا اليوم انا كنشوف في مراكش كاين 37. المهم على كل حال يلا احترقوا. شوف كيفاش الاعلام الوسخ ديال ما يسمى بالجزائر هذا، تخيلوا معايا كيتكلم حتى في التلفزيونات الجزائريه احيانا، وهذا تعطى ليه تكريم من مجلس الشعب الجزائري يد بيد من طرف عدو الشعب الجزائري، الرئيس ديال مجلس الشعب اللي هو صالح قوجيل. تخيل معايا، اسمع هذا المقطع. بيتيو القبة الحرارية تنزل ضيفة على إسبانيا والمروك، تفضلوا احترقوا. إذن المراكة القبة الحرارية راها وصلت عندكم، الحرائق راهي بدات. روحوا شوفوا الاسبريس راه ديجا بدات تتكلم على بداية الحرائق. الله لا يرفد عليكم، الله لا يهز عليكم. زومح ولد أم حسن، تخيلوا معايا مستوى هذا شيطان رجيم وكيقدموه صحفي. تخيلوا معايا، فكيف يكون يعني من يحكمهم هذه الوجوه البائسة أمثال مسيلمة الكذاب وأمثال ذلك الحقير الذي فعل فيه من طرف أحد الجنود كيف ما كتعرفوا. تعقلوا عليا ولا ما تعقلوش؟ على نياتكم ترزقون، داكشي اللي تمنيتوا لينا راكم فيه. وانا ما نقولش الله يزيدكم، كاين الناس اللي يقدر يقولها، كل واحد حر. انا كنقول الله تعالى ينتقم منكم وياخذكم اخذ عزيز مقتدر. اذا الاخوه والاخوات غادي نكتفي بهذا القدر، وكنشكركم جزيل الشكر. نفكركم ديروا اللايك وتبارطاجيو للتذكير فقط مشاهدينا الكرام، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله ان كان في العمر بقيه، والى اللقاء.